المباراة الودية الدولية الثانية بأنطاليا التركية أمام منتخب ويلز. أمامنا طاقم تحكيم هذا اللقاء الذي سيقوده كيليك يوميت، طاقم تحكيمي من تركيا على مستوى المساندة. مرة أخرى عند هيثم منعوت، ترفع الكرة داخل المنطقة. هذه فرصة كانت الرأسية ديال مهدي. فرصة عند اللاعب حمزة إيغامان فرصة هدف، والهدف الأول هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة لاعب والهداف حمزة إيغامان. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله لعب كره راسيه مشاها اليمنى، تسديده عرضيه خطيره كان تدخل ديال الحارس رشيد غانمي. تمريره ممتازه، هذه فرصه لفائده المنتخب المغربي، امكانيه الهدف الثاني ولكن الحق إيغامان دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه الهدف وتدخل الحارس إيغامان. بدات الزاويه لعبت كره دائريه تماشى مع الامكانيات المتوفره. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي حمزه إيغامان يونس طه كيساعد تنفيذ لعبه كره دائريه. بدري واش كيمرر فرصه مهدي موهوب مرتد هجومي الان داخل منطقه الجزاء. مهدي موهوب وتدخل الحارس في الوقت اللي الحكم كيقول هذه فرصه حمزه إيغامان. الفرصه وهذا الزاويه ترفعت حمزه إيغامان كيلعب الكره في الجهه اليمنى. يونس طه 18 سنه اللي فاز على منتخب نيجيريا قوي ومتجانس متكامل. هذه فرصه للعناصر الوطنيه، تدخل الحارس. فرصه هدف ثاني تضيع طويله من اسامه الغالي. هذه فرصه لفائده المنتخب والبرتغالي استضافه هذا الحدث العالمي. تابعوا هذه المحاوله إيغامان خذا الكره، فرصه لفائده المنتخب الوطني. ما سينفذ هذا الخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. لعب اللاعب صهيب دريوش يسدد تمريره. هذه فرصه مهدي موهوب داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع عند الكره يبعد الخطوره في الوقت. تبعد الفرصه تسديده ولكن بعيده. تبعوا فرصه محاوله تسديده ممتازه والكره في القائم. فرصه ومحاوله في ذات المنتخب. يونس طه كيرفع الكره، فرصه الهدف في منطقه الجزاء. تبعد الفرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. حمزه إيغامان رفع الكره البحث لمهدي موهوب. إيغامان الى جانب اسامه الغالي. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب حمزه إيغامان. الثانيه كانت ضمن المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الارجنتين. وكره طويله، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرصه الهدف والهدف الثاني. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه حمزه إيغامان يتمكن من وصول مرة أخرى لثالث في هذه المباراة. سليم الجباري لعبت كرة دائرية، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة لاعب سليم الجباري. كوين